ده اللي انا اكتشفته، انه بياخد مني فلوس مقابل العلاقه الحميميه اللي بتحصل ما بيني وما بينه. انا اسفه في اللفظ اللي انا هقوله لحضرتك، هي ديلر بتجيب له الجرعه اللي بياخدها. اهلا بيكم ومعانا النهارده مشكله جديده وتعالوا نسمع صاحبه المشكله. السلام عليكم، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ يا رب تكوني بخير. والله العظيم انا بحبك جدا ومن الناس اللي بتتابعك، وحاسه ان انت فعلا بتنصحي البنات والستات وبتمنعي حاجات كتير. بجد جزاك الله كل خير. وعايزه اقول لي بقى حضرتك على حاجه، انا مشكلتي صعبه جدا جدا جدا، لان انا زي ما بيقولوا كده انا في علاقه سامه حرفيا. والله والله علاقه يعني كل يوم بتوصلني تخليني اقول انا مش عايزه حياتي تاني. احنا 5 بنات، انا الصغيره في اخواتي البنات، كلنا متعلمين على عالي ومستويات في التعليم، وكلهم في مناصب كويسه جدا، الدكاتره والمهندسين والمحامين. انا في ايام الجامعه حصلت لي حادثه، يعني الحادثه دي خلت في اماكن في جسمي جالها تشوه، فكنت محبطه وبقول لنفسي خلاص انا مش هينفع اتجوز، انا مفيش حد هيتقبلني بالوضع ده. المهم في اخر سنه في الجامعه تقدم لي واحد عن طريق واحد جارنا، المهم انا وافقت عليه. اول ما متقدم لي انا وافقت، هو بيت عيله بس انا وافقت لمجرد ان هو اول حد قبل بظروفي. هو قبل بظروفي عشان هو برضو كان عنده ظروف، هو كان بيشرب بس انا ما كنتش متخيله انه بيشرب لدرجه الايد، وكان مفهمني انه بيشتغل وضعه الاجتماعي كويس. فانا قلت بقى حاجه هتعوض حاجه، والشرب ده امره سهل، وبعد كده لما بيتجوز ربنا بيهديه زي ما كل الناس بتقول. يعني طيب عشان الشباب ده لما يتجوز ربنا يهديه. المهم انا اتجوزته من هنا، طلع ماليش شغله ولا مشغله. المهم كنت حامل اول شهر، خلفت منه بنت. طبعا برضو هو رغم المساوئ اللي فيه هو كان فيه جانب حنين، او بقى مش فاهمه، يعني هو كان جانب حنين بس مش حنين قوي، يعني لانه كان جاف برضو في بعض الاحيان في مشاعره. حنين لانه هو ده الشخص الوحيد اللي اتاح قدامي او اللي وافق عليا من الاخر. انا ما كانش عندي شوهات في وشي، التشوهات كانت داخليه تحت الهدوم يعني. وعلشان هو تقبل وضعي انا كنت حاسه ان هو اخر العالم، وانا ماسكه فيه بايدي واسناني، عايزه اعمل له اي حاجه، عايزه اعمل له كل اللي تتخيليه علشان ارضيه في علاقتنا وفي حياتنا. كنت في اول الجواز هو ما بيشتغلش، وانا كان اهلي هم اللي بيتكفلوا مصاريفي، واخواتي هم اللي كانوا بيبعتوا لي مصاريفهم. والدتي كانت كل اسبوع تجيب لي زيارات 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 لحد 4 أو 5 سنين من الجواز. انا متجوزه بقالي 6 سنين. برضو انا نزلت اشتغلت بمهنتي واشتغلت وربنا كرمني وفتح عليا، وبقيت انا اشتغل وهو قاعد في البيت ياخد مصروف اكل وشرب وسجاير، مصاريف عياله ومصاريف البيت والكسوة الصيفي وشتوي والاعياد ورمضان والمناسبات، وكل حاجه انا اللي شلتها، وميه ونور وكهرباء وكل اللي تتخيلي انا اللي شلته. تعالى اقول لك الجانب الحياه اللي ما بيننا، هو انسان مغيب تماما تماما. حاولت عالجته كم مره، دخلته مصحات ما نفعش معاه المصحات نهائي. المهم الموضوع وصل وتطور للخيانه. اكتشفت انه بيخوني وبيكلم عليا واحده كان بيحبها ايام الطفوله، واهله مرضوش بيه، اهلها مرضوش بيه عشان خاطر ظروفه، وان هو شخص سيء يعني، وان هم ما موافقوش بيه، وهو بس هما الاتنين كانوا بيحبوا بعض. هي اتجوزت وهو اتجوز، هما الاتنين فضلوا على تواصل. المهم كلمتها، قعدت تضايقني في المكالمه وقالت لي هو ما بيحبكيش، بسببها جالي نزيف ما يعادل سنه، نزيف متواصل سنه ما بيفصلش. رحت لدكاتره نسا كتير، قالوا لي انت النزيف اللي بيجيلك حاله نفسيه مش اكتر. وزني بقى 51 كيلو من كتر الاكتئاب، والموضوع عدى على كده. لا طلعت في واحده تانية، ولما كلمتها قالت لي ده هو ما بيحبنيش انا، ده بيحب واحده تالتة، وحكي لها تقريبا. المهم هو بيعرف عشان هي، انا اسفه في اللفظ اللي انا هقوله لحضرتك، هي ديلر بتجيب له الجرعه اللي بياخدها. المهم عشان ما اطولش على حضرتك، هو معايا في المعامله الحميميه جاف جدا، ما فيش بقى كل فين وفين، كل سنه مره زي ما بيقولوا. ولو دخل معايا اوضه النوم مره في السنه بياخد تمن العلاقه، يعني بعد ما يطلع يقول لي طب هاتي كذا جيب كذا، طب هاتي كذا اعمل كذا. وده اللي انا اكتشفته، انه بياخد مني فلوس مقابل العلاقه الحميميه اللي بتحصل ما بيني وما بينه. عارفه ان الجمله دي هتثير غضبك وهتخليك في حاله استياء من اللي بيحصل، وان ليه راضيه بالوضع ده. المهم انا انفصلت منه رسمي، وبعد 20 يوم انا ما تقبلتش وضع ان انا امشي واسيبه، لان بجد كنت اتعلقت بيه. والعلاقه دي اصلا يعني اتعلق السم ده نتيجه اصلا تراكمات داخليه جوايا بتقول لي هو ما فيش غير ده اللي هيقبل بوضعي. رجعت له تاني والحياه ساءت للاسوأ، وبقى يضربني، وبقيت مجبوره ان انا اصرف عليه اكتر من الاول، وبقيت مجبوره على الوضع. واهله يقولوا لك ان كان عاجبك هو ده وان كان عاجبك، وما بقتش عارفه اعمل ايه. اهله قالوا لي نتيجه اختيارك لو رجعتي وجيت اشتكيتي تاني مش هنقف جنبك، وانت حره تحملي قرارك. ومش عارفه
عارفة اعمل ايه ومش عارفة اتصرف ازاي. رجاء الصراحة انا محتاجة منك يا استاذة حل باقصى طريقة. وزي ما سمعنا كده صاحبة المشكلة وهي بتحكي مشكلتها. بصي، هو أنا هرد عليكي رد مختصر جدا، وهقولك يعني ليه إحنا أصلا بنتهاون كده، وليه كرامتنا تكاد تكون مش موجودة. ليه أقبل بكده للدرجة دي؟ البني آدمة أو الزوجة ممكن تتهان وتتخان وتتضرب ويحصل معاها كل ده وتفضل مكملة للدرجة دي؟ أنا ممكن أكمل مع شخص هو أصلا مش بيحبني، هو شخص خاين، هو شخص غير أمين بالمرة، شخص حتى في حلال ربنا او في علاقتنا الزوجيه بيبقى عايز قصادها مقابل. فازاي انت قابله ده على نفسك؟ ازاي انا اقدر اعيش واكمل؟ الحل اللي لازم حضرتك تاخديه دلوقتي وفورا والنهارده قبل بكره، لا، الطلاق. صدقيني الطلاق لا محاله، ومفيش حاجه اسمها هو اللي موجود في الحياه وهو اللي موجود في الدنيا. كلنا متعرضين ان احنا نمر بمواقف صعبه، ولكن انا لما امر بحاجه صعبه او لا قدر الله حصل حادثه وجسمي اتشوه او ده مش معناه ابدا ان انت ترخصي نفسك كده، مش معناه ابدا انه علشان هو قبل بظروفي فهمسك فيه بايدي واسناني ومفيش غيره في الدنيا. وفعلا خدي القرار واتطلقي بلا رجعه، وما تكرريش ابدا الغلطه اللي انت عملتيها. ودي كانت مشكلتنا النهارده. من فضلكم لو اي حد له اي تعليق يا ريت فعلا تنصحوها في الفيديو.